مين الحلواني اللي بنى مصر؟ ومين اللي سمى عاصمتها القاهرة؟ الحلواني ده هو جوهر الصقلي، أشهر قائد جيش في تاريخ الفاطميين. اتولد جوهر في مدينة صقلية، وكان صنايع حلواني شاطر جدا، وخصوصا في عمايل الكنافة. وبيتاخد وبيتباع جوهر ويبقى مملوك في جيش الخليفة الفاطمي المنصور بنصر الله، وبيفضل جوهر يترقى لغاية لما بقى قائد جيش الفاطميين في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وبيدخل الجيش الفاطمي مصر بقيادة جوهر الصقلي سنة 969 ميلاديا. وزي ما كان جوهر الصقلي أسطى في الحلويات، فهو كمان كان أسطى في المعمار، وقرر إنه يبني لمصر عاصمة جديدة، وعمل لها سور و8 أبواب، وسماها المنصورية على اسم الخليفة المنصور بالله أبو الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وبعد 4 سنين بيجي الخليفة المعز لمصر، وفي لحظة دخوله مصر بان وقتها في السماء كوكب المريخ، واللي كان اسمه الكوكب القاهر. فالمعز اعتبرها إشارة، وقرر يسمي العاصمة الجديدة القاهرة. وعلشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات، وعاصمتها القاهرة، قاهرة لكل الأعداد.